السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكل حبايبي ومتابعيني في كل مكان، وحشتوني جدا. يا رب تكونوا بخير جميعا. معاكم نهاد علي. يا ريت لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسونيش في لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. الإمساك مشكلة بتواجهنا كلنا على فترات متفاوتة، ولكن للأسف في بعض الناس بتكون المشكلة ملازماهم وبتقعد معاهم لوقت طويل جدا، وبتكون مشكلة مزعجة وبتسبب آلام في البطن ومش لاقين لها أي حل. الحل بسيط وسهل جدا وهيجيب معاكم نتيجة فعالة من أول استخدام. معايا أقوى علاج بإذن الله للإمساك، ألا وهو الزبادي أو اللبن الرايب، وكمان ينفع لو اللبن الحليب، المهم يكون أي نوع من أنواع اللبن. عندي هنا أنا كان عندي ده لبن وروبته بالطريقة العادية خالص، لبن حليب وسبته يروب. الوصفة دي كمان أنا بحب فيها اللبن الرايب، لأن كمان طريقته بتكون أقوى أو فعاليته بتكون أقوى من اللبن الحليب. جبت عندي اللبن حليب وسبته كده يروب زي ما انتوا شايفين. هاخد منه بقى كوباية كده، مقدار كوباية زي كوباية الزبادي العادية، أو هاخد منه برضو شوية في طبق زي ما هو كده، أي حاجة. المهم تستفادوا من الوصفة دي، بجد تحفة وآمنة وصحية وفعالة جدا جدا جدا، ولا أحلى من كده في الدنيا. هناخد كده، يعني تقريبا أنا خدت 5 معالق كبار أو 6 معالق كبار من الزبادي أو اللبن الرايب اللي عندي ده. بعد كده عندي عسل نحل. العسل النحل كمان مفيد جدا في حالات الإمساك، وهو طبيعي وآمن وصحي جدا، وبإذن الله يجيب معاكم نتيجة رائعة. هحط كده معلقة من عسل النحل على كوباية الزبادي الموجودة عندي دي. هحط بقى سمي الله كده، وهضيف معلقة من العسل النحل للزبادي الموجود عندي. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. زي ما قلت لكم كمان ينفع اللبن الحليب، تقدروا تجيبوا كوباية من اللبن الحليب المغلية وتدوبوا فيها برضو معلقة من عسل النحل. بس كده الوصفة عندي جاهزة. وفي إضافة بقى، لو حابين تضيفوها مع الزبادي يبقى تمام، لو مش حابين الطعمين يكونوا مع بعض بنخلي دي ورا دي اللي هي معلقة من زيت الزيتون. يا إما بتضيف معلقة كبيرة من زيت الزيتون لكوباية الزبادي على معلقة العسل النحل، يا إما بعد ما بتاخد كوباية الزبادي دي بتاخد بعدها او قبلها، يا قبلها يا بعدها، معلقة كبيرة من زيت الزيتون. يبقى معلقة كبيرة من زيت الزيتون، بعدها بتاكل الكوباية الزبادي عليها معلقة من عسل النحل. من احلى واجمل واقوى الوصفات في الدنيا للقضاء على الامساك مهما كانت قوته. هنكرر الموضوع ده 3 مرات في اليوم، 3 مرات في اليوم او حسب قوة الامساك. يعني كل كمان ما بتأخد نفسك على الطريقة او الوصفة الصحية ديت، بتريح كمان المعدة جدا وبتريح القولون، وبالتالي ما يعني بتتخلص من كتير جدا من مشاكل الامساك. وما ان شاء الله لو فضلت على الوصفة دي حتى واخدتها روتينك اليومي بدون اي تعب او مرض، هيكون عندك العملية بسيطة خالص، ومش هتراودك مشكلة الامساك تاني من اصله. في كمان حاجة مهمة حابة اقول لكم عليها، ان يفضل يا حبايب قلبي في فترة الامساك او مرحلة الامساك ديت استخدام اعزكم الله قعدة الحمام اللي هي البلدي، القعدة الفلاحي مفيدة جدا في الموضوع ده. طيب اللي الناس اللي ما عندهاش القعدة الفلاحي بتحط كرسي بس، كرسي عادي خالص بحطه تحت القعدة الأفرنجي الموجودة عندي برضو. الطريقة دي مهمة جدا في حالة الإمساك. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو النهاردة، والطريقة بإذن الله هتجيب معاكم مفعول من أول يوم. بحبكم في الله، ما تنسونيش في لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.